اول سنة يحصل اللي حصل ده واخزنها في اخر الموسم. بس هعمل ايه؟ مش راضية تنزل عن 25 30 البسلة مع شقة الجماهير. يلا بينا نخزن شوية بسلة، والحمد لله نمبر 1 في تخزين البسلة. تفضل خضرة معاكي وزي الفل وفريش، والحباية بحبتها من السنة للسنة. وتحدي تحدي تحدي. حطي لايك وصلي على النبي، ويلا بينا نبدأ الفيديو. انا هنا البسلة بتاعتي، بصي بقى، بصي اللون، بصي خضرة ازاي. اتحداكي اتحداكي اتحداكي، هتفضل معاكي كده طول السنة، وهتطلعيها تروح تحطيها كده تلاقيها بتجري معاكي ايه في الحلة، ولا هتطرى ولا هتصفر ولا هتعمل ريحة. مع نوري كل حركات والتركات. انا نور ودي قناتي، واتمنى تحطي لايك وكومنت واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بصوا بقى، حاولوا وانتوا بتنقوا البسلة تنقوا البسلة اللي تكون مليانة، يعني تكون تتكي عليها كده تلاقي الحباية مدورة وتكون مليانة عشان تبقى خضرة معاكي وما تكونش فيها مية. طبعا هنا ولادي حبايبي روح قلبي قعدوا يساعدوني بقى في تفصيص البسلة. قعدنا نفصص البسلة، طبعا نصها بيتاكل يعني، اكيد كلنا في بيوتنا ده اللي بيحصل. قعدنا بقى نفصصها. البسلة دي عشق الملايين عندي، بيموتوا فيها. في دول بتقول عليها بازلة وفي ناس بتقول بسلة. انتوا بتقولوا ايه؟ قبل ما تقولي حطي لايك وسمي الله وصلي على الرسول. حطي لايك وكومنت حلو. هاتي بقى كمية البسلة بتاعتك. طبعا انا كل سنة كنت بجيب كمية كبيرة، لكن السنة دي هم يدوبك 4 5 كيلو اللي جبتهم، وبقسمهم بقى على ايه؟ قد الكمية اللي احنا عايزينها. الهدف يا جماعة من التخزين مش عشان رمضان، علشان نسهل على نفسنا الوقفة في المطبخ، وعشان خاطر ده موسم. يعني الناس ايه هتقول تجهيزات رمضان تجهيزات رمضان؟ طبعا هو عشان خاطر داخل علينا الشهر الكريم، بس هي الفكرة عشان يفضل عندنا الخضار طول السنة. طيب، الولاد كانت بتفصص البسلة وانا رحت ماسكة الجزر ومقطعاه قد حباية البسلة، وممكن يكون ايه اكبر شوية. احنا هنا بنحب نسبة وتناسب، في ناس بتحب، عفوا، في ناس بتحب الجزر اكتر وفي ناس بتحب البسلة اكتر. انا هنا حاطة نسبة وتناسب، يعني دول 5 كيلو بسلة حطيت عليهم 2 كيلو جزر، وطبعا تاكل منه يجي ربع كيلو كده، فايه يعني حوالي كيلو ونص. هنا بيحبوا البسلة اكتر من ال- الجزر. هنا بقى اقعدي اغسليها مرة واتنين وتلاتة كذا مرة، وفي الاخر بنقعيها بشوية خل. هنا بقى تركية صغيرة جدا جدا هحطها في البسلة، هتبقى مادة حافظة وهتخلي لونها اخضر اخضر معاكي زي الفل. بصي الغسيل ده بقى مهم جدا، وافضلي كده اغسلي كتير كتير. هنا بقى يا ست الكل معايا حلة فيها مية، نزلت بمعلقتين 2 من السكر ومعلقة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة. السكر مادة حافظة، البيكنج باودر او البيكنج صودا، سوري البيكنج صودا بيحفظ لونها اخضر. السكر هنا عندنا مادة حافظة عشان احنا هنحفظها لمدة سنة في الفريزر. والبيكنج صودا، البيكنج صودا اللي بنستخدمه في العجة اللي بنجيبه من عند العطار ده، بيبقى هو اللي بيحافظ على لون الخضار بتاعها ده. طيب، انا تقليبة والتانية وهوب بجري اصفيها. في اثناء وانا ما باجي اصفيها بيبقى عندي طبق مليان تلج وميه ساقعه، ميه ساقعه من التلاجة وحاطه فيه تلج. طيب انا هنزل هنا بالبسله اصفيها، واوعي تحطي عليها ميه، اوعي تحطي ميه على البسله اول ما تصفيها. انا عايزه اديها صدمه، وهي ان انا طلعتها من الميه السخنه. انا الهدف فيها هنا عايزه اعمل لها صدمه. اديتها تقلبتين 2 مش اكتر، مش عايزاها تطرى معايا، مش عايزاها تاخد نسبه سوا خالص. صفتها، طلعتها من الميه السخنه، صدمتها على طول في التلج. بسيبها بقى لما درجه الحراره بتاعتها تروح خالص، وايه البسله تبقى سخنه، اسفة ساقعة. بعد كده بحطها في مصفى واسيبها تتصفى خالص 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 من المية. مهم جدا جدا جدا، مش عايزة فيها نقطة مية. شايفة اللون الاخضر ده؟
شايفة الحباية بحبتها هتفضل معاكي من السنة للسنة. ممكن تجيبي منديل مطبخ وتنشفيها كده، سيبيها ساعة 2، سيبيها تتصفى من المية بتاعتها. عايزة الحباية بحبتها كده ما يكونش فيها نقطة مية. مهم جدا، بالله عليكي ركزي معايا. لو انتي عاملة مشروع في بيتك، او انتي عايزة تخزنيها، او ربنا هيكرمك وعايزة تطبخي وتطلعي وجبات، عايزة البسلة تفضل معاكي طول السنة. انتي هنا بقى انا عاملة بسلة بالجزر وعاملة من غير جزر. يعني عاملة البسلة دي ممكن بقى احتاجها في تورلي، في شوربة، احتاجها في اي حاجة، يبقى عندي ده وعندي ده. وعندي البسلة اللي هي بالجزر اللي هطلعها احطها في الحلة على طول. اتحداكي والله هتفضل لونها. طيب انا هنا بعمل حوالي نص كيلو. الكوباية دي كانت عندي 250، وهنا اهو على الميزان بعملها نص كيلو. انتي بقى عايز تعملي ربع كيلو اعملي، عايز تعملي نص كيلو اعملي، عايز تعملي كيلو اعملي، على حسب عدد افراد اسرتك. التركاية بقى التانية او التالتة في الفيديو النهاردة، ان انا لازم اطلع منها الهواء. زي ما انتي شايفة كده بطلع منها الهواء على قد ما بقدر. تكي عليها جامد وطلعي منها كل الهواء اللي جواه. عفوا يا جماعة، بصوا اللون والخضار. انا هبقى اطلع لكم كيس من الفريزر واوريكم قد ايه خضرة وجميلة. معلقة السكر، معلقة البيكنج صودا، التلج، والمية الساقعة. اوعي تحطي عليها مية من الحنفية، انا عايزة اعمل لها صدمة. بصي الخضار والحلاوة، اللهم بارك. لازم تبرد كويس جدا، لازم ما تحطيش عليها مية، لازم تطلعي منها الهواء. ودي كل التركات بتاعتنا النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك ما تنسيش تحطي لايك حلو منك كده، وكومنت شجعيني، وانا بجيب لك كل الوصفات باسهل الطرق.